أثار مقطع فيديو لزوجة محمد صلاح لاعب نادي ليفربول وهي تحتضن مدرب الفريق يورجن كلوب خلال الاحتفال بالفوز في ختام مباريات الدوري الإنجليزي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل. المقطع العفوي لزوجة محمد صلاح أثار تفاعل واسع واستياء على مواقع التواصل الاجتماعي بين الجماهير المصرية والعربية، وهاجم الكثيرون تصرف ماجي صادق بسبب التصرف الذي وضعها في مرمى الانتقادات مع تجاهل عفويته. وجاء من ضمن منشورات الهجوم على اللاعب وزوجته: محمد صلاح كان في يوم من الأيام عايش وسطنا، قصته هي قصتنا، وعنده نفس مبادئنا وتصرفاته نفس تصرفاتنا، لكن الغرب وما أدراك ما الغرب، مش هقول غير اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر. وجاء تعليق آخر: الناس اللي واخدة محمد صلاح قدوة ليهم، اتفضلوا مرات صلاح في حضن كلوب. بالنسبة ليا مفيش قدوة غير محمد أبو تريكة كلاعب داخل الملعب أو خارج الملعب، اللهم إنا نسألك الثبات. فيما وجد آخرون أن حضن زوجة محمد صلاح ليورجن كلوب لا يمثل أي مشكلة، نظراً لأن المدرب يكبرها بحوالي 26 عام، إذ تبلغ زوجة محمد صلاح 30 عام، أما يورجن فيبلغ 56 عام. وطالب محب اللاعب مثير الجدل بعدم إثارة الأمر ووضعه في حجمه الطبيعي، كون المدرب أكبر من زوجة صلاح بقرابة 30 عام وأدبوها. فيديو ماجي ارتبط أيضاً بصورة لمحمد صلاح وهو يحضن سيدة شقراء عقب فوز ليفربول بهدفين، وضجت بسببهما مواقع التواصل الاجتماعي. واتضح فيما بعد أن السيدة الشقراء هي زوجة يورجن كلوب، وهي فنانة وكاتبة تبلغ من العمر 57 عام، وجمعتهما لحظة وداع حار مع اللاعب المصري في آخر مباراة لمدرب ليفربول مع الفريق. وكان يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول قد أعلن رحيله عن النادي بنهاية الموسم ليبدأ مغامرة جديدة مع نادي آخر. وبعد المقطع اللي كلنا شفناه جت تعليقات الجمهور: تخيل معايا محمد صلاح بتاع بسيون اللي عايش في قرية من قرى بسيون، تخيل إنه ما طلعش من قريته دي ولسه مقيم هناك، لو سمع إن في واحد من الشارع وقف مراته وحضنها بالشكل ده هيعمل إيه؟ ممكن يقتله، صح؟ لأنه راجل غيور على عرضه، متدين، بيخاف من ربنا، وأيا كان اللي هيعمله كرد فعل هيبقى محمود عند الناس، وفي أغلب الأحيان هيبقى محمود عند رب العالمين. لكن محمد صلاح ده سعى ورا النجومية في الكورة وفعلا وصل فيها لمرحلة ومستوى عالمي، لكنه في المقابل خسر رجولته ودينه. خليني بقى هنا أسألك سؤال: هل ده نموذج النجاح اللي بنسعى ليه؟ ممكن تقبل إنك تبقى مشهور وجامد جدا في مجالك مقابل إنك تبيع دينك وأخلاقك؟ والله يا أخي لما تعيش محدش عارفك خالص وملكش أي مكانة في المجتمع، لكن محافظ على الفرائض وليك مكانة عند ربنا، أشرف لك مليون مرة من إنك تتشهر وتبقى مميز في مجالك وإنت عند ربنا ولا حاجة. تقريباً مفيش حد ما سمعش عن موضوع صلاح ومراته والمدرب يورجن كلوب. مبدئياً أنا مش هتكلم عن صلاح بذات نفسه ولا هو إزاي يعمل كده ولا يخلي مراته المحجبة تعمل كده، لأن ببساطة هو لا فخر للعرب ولا فخر لينا، هو فخر لنفسه إنه لاعب ناجح بقى غني ومعاه فلوس، وفخر لأهله لأنهم فرحانين بإنجازاته. أنا هنا بتكلم، شفت البيئة بتأثر إزاي؟ شفت إنك لما بتسافر بتغير مبادئك وطباعك إزاي؟ شفت ليه العلماء بيحرموا السفر للبلاد دي غير للضرورة القصوى وفي أضيق الحدود بس؟ انت لو هتقعد في بلدك وتاخد 6 أو 7 آلاف جنيه بس تبقى كسبان دينك وآخرتك ومبادئك، أحسن مليون مرة إنك تبقى بتاخد 1,000,000 جنيه بره وتخسر الأشياء اللي بتكون شخصيتك ومبادئك. فوالله البيئة بتأثر بطريقة فظيعة. ما تحطش نفسك في موضع فتن وتقول أنا جامد ومستحيل أعمل كده. فكم من مغتر انتكس وكم من عالم قد ألحد علشان بس كان فاكر نفسه جامد ومفيش حاجة تغلبه.